في ناس بتتولد وفي بقها دهب، وناس بتتولد في وشها طين. بس في نوع تالت بيتولد في الظل وبيطلع للنور بإيده. الراجل اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه غريب شوية، دو وان تشونغ، بس حكايته هتفضل في دماغك كتير. دو كان شاب كوري بسيط عايش في بلد فقيرة وسط ظروف كلها خناق وفقر. قرر يسيب كل حاجة ويسافر أمريكا، مش عشان كان عنده فرصة، لأ، هو كان رايح يدور على أمل في بلد محدش عارفه فيها، لا لغة ولا فلوس ولا سنة. أول ما وصل الدنيا علمته الأدب، بقى يشتغل مش شغلانة واحدة، لأ، 3 شغلانات في اليوم. بيغسل عربيات الصبح، بيقفت في بنزينة بعد الظهر، وبينظف مكاتب بالليل. كان بينام 2 ساعات في اليوم بالعافية. بس الغريب ولا مرة اشتكى، ولا مرة قال ليه أنا؟ كان عنده سؤال واحد في دماغه طول الوقت: أنا هخرج من ده إزاي؟ وفي يوم وهو بيغسل عربية واحد من الأغنياء سأله كده من غير كسوف: حضرتك شغال إيه؟ الراجل قاله: فاشن بيزنس. تاني يسأل حد تاني نفس الإجابة، وتالت ورابع. ساعتها النور اشتغل في دماغه، قال لنفسه: أنا كمان ممكن أبقى هناك في العالم ده، حتى لو بدأت من تحت الأرض. راح لمراته وبدأ يقولها: أنا عندي حلم، بس محتاج نغامر بكل اللي معانا. جمعوا شوية دولارات، فتحوا محل صغير قوي. مساحته كانت أقل من أوضة نوم. اسمه كان فاشن 211. كانوا بيناموا فيه أوقات، بيشتغلوا بنفسهم، بيرصوا الهدوم ويخيطوا ويمسحوا الأرض. بس كانوا مؤمنين إن اللي بيبدأ من الصفر مفيش حاجة تخوفه. أول سنة حققوا أرباح عمرهم ما كانوا يتوقعوها. المحل كبر والاسم بقى يتغير من فاشن 21 like forever 21. والنهاردة عشرات الفروع، آلاف الموظفين، مليارات من الأرباح. ودو وان تشونغ بقى واحد من أغنى رجال الأعمال في أمريكا، بس لسه محتفظ بلبسه البسيط وطريقة كلامه المتواضعة. ليه؟ لأنه عمره ما نسي هو بدأ منين. الرسالة: ما تقوليش أنا فقير، ما تقوليش ما عنديش فرص. الراجل ده كان بيغسل عربيات وبقى عنده إمبراطورية، مش لأنه عبقري، بس لأنه كان جعان للنجاح، جعان يثبت لنفسه قبل أي حد إنك لو بدأت من تحت ممكن توصل لفوق، لو فضلت تحاول